في وسط الزريبه اللي بتتعرض على التلفزيون والراجل المهزأ اللي كل همه يطلع لنا مراته حلوه وانه قد ايه هي بتعرف وبنحاول نورماليز الدياسه بكل الطرق الممكنه، وانك لازم تتاثر بقصه حياه رقاصه عملت كل حاجه علشان تكسب فلوسها بعرق كل حاجه غير جبينها. في وسط الاداء المؤفر بتاع الصعايده بتاع كل رمضان بتاع ايه هتقول ايه هتقول ايه، انتوا معلمينكم صعيدي في الساحل الشمالي ولا ايه؟ وفي وسط ان الصعايده لازم دايما يطلعوا تجار يا اما سلاح يا مخدرات، ما ينفعش يطلعوا تجار فاكهه، سلاح يا مخدرات بس. وفي وسط احمد العوضي اللي انا مش عارفه انا ليه لازم استحمله طول رمضان وهو عامل لي. استاذ احمد انا ما عملتش حاجه، انا بس يعني فطرت وفتحت تلفزيون، ممكن اكون فتحت قناه بالغلط، انا اسف. وفي وسط الترند المعفن بتاع الاغنيه بتاعت انت الوحش اللي بيتزفت على دماغكم كله، اللي مش عاملين اي احترام للشهر اللي احنا فيه وما لقيتوش غير الحته دي بس اللي تطلع حضرتك لا بتعرفي ترقصي ولا بتعرفي تمثلي، فانا مش عارفه هم جايبينك ليه بصراحه. ممكن لقوا البدله حلوه عليكي فخلاص يلا اصور، حتى البدله ما كانتش حلوه بس تمام. وحتى الاسكندراني ما سابوهوش في حاله، هنروحوا هنجيبوا مشروع على الامه، خلاص حبيبي يعني احنا بنتكلم عادي برده مش لازم الا هنروحوا يعني خلاص. كل ده كوم. والمسلسل الزفت بتاع سيد الزفت اللي بيجي ده اللي هو عمرو سعد طول المسلسل كل ما يشوف مراته عامله كده. في ايه حضرتك في ايه؟ هو انا فتحت التلفزيون عليكم بالغلط؟ السينما بجد بقت معفنه وتحسسك بالعار كده وانت قاعد بتتفرج، اللي هو في ايه هو احنا يا اما بلطجيه يا اما شمامين يا اما تجار سلاح ومخدرات يا اما يطلع لك عيله كلها بتنتف في شعور بعض واللي هو ما فيش واحد بس منهم نفى امه ربته بالغلط. انا مش فاهمه ازاي، وان الكوميديا بقى كلها يا اما ايحاءات يا اما قله ادب يا اما هتريق على شكل يا اما هتريق على بلد يا اما هتريق على لون. ايه القرف ده؟ وانه لازم طبعا اللعبه اللي بيلعبوها عليك من ساعه ما كنت لسه بتلبس بامبرز يطلع لك رجل الدين الوحيد المتدين في المسلسل عامل لك كده وعامل لك كده وبيضرب مراته وهيطلع اكتر واحد مش متربي وحقود في المسلسل. خلاص بقى يعني خلاص احنا عندنا رجال دين زي الفل على فكره، فله شمعه منوره يعني. بليز طلعونا من الحقبه دي. او ان انا ابقى مضطره ان كل يوم على الفطار اشوف رامز بيمخمض حد على السرير قدامي. مفيش مقلب غير اللي انت واخده في نفسك حضرتك. يعني انا بالنسبه لي رامز انتهى من ايام رامز قرش البحر، وخصوصا الحلقه بتاعت احمد السقا بعديها ما جاش رامز تاني. في وسط كل ده بجد لما شفت الحلقه بتاعت الغاوي النهارده بتاعت احمد مكي، وبعيدا عن ان انا من انصار ومحبين وكل حاجه احمد مكي ومنذ نعومه اظافري، ولكن انا لما شفتها النهارده حسيت اللي هو سينما نظيفه مش معقول. يعني انا كنت فقدت الامل في كل ترددات التلفزيون. فبجد مسلسل الغاوي انا قادره من اول حلقه ان انا اقول ان هو احلى مسلسل هيجي في رمضان. واشغال شقه يا ريت ما ننساش عفاريت الاستاذ حماده هلال اللي بيحاول يصرف فيهم من رمضان 2016، ولو كان قرا ايه الكرسي من ساعتها كان زماننا خلصنا، يعني ما كناش وصلنا للجزء ال 12 حضرتك كفايه. بعيدا عن كل ده ساكر وصلي التراويح. This is the perfect رمضان. مذاكره تراويح مسلسل الغاوي او اشغال شقه.